من كام سنة كده انتشرت أخبار على السوشيال ميديا إن في راجل مش معروف اشترى لوحتين مرور بسعر خرافي. أول نمرة كانت مصر واحد ودي كانت ب1,300,000 جنيه. أما النمرة التانية كانت ألف واحد وكانت ب850,000 جنيه. وطبعا مش محتاجة أقول إن فضلنا مهديش إلا لما عرفنا مين الراجل اللي صرف أكتر من 2 مليون جنيه على نمر عربية. اللورد ياشار حسن عباس حلمي يبقى الابن الأصغر لإمبراطور الدواء في مصر الملياردير حسن عباس حلمي صاحب شركة فاركو للأدوية، ويبقى الرئيس الفخري للاتحاد الدولي العربي للتحكيم، ويبقى نائب رئيس مجلس إدارة شركات فاركو للأدوية. لكن ياشار معروف إنه بيحب يدلع نفسه بزيادة لدرجة إن بقى معاه ألقاب كتيرة قوي بالرغم من إن هو مؤهل متوسط، زي البارون والدكتور والصحفي والسفير والمحامي. كل دي ألقاب لياشار، لكن اللقب اللي هو مشهور بيه قوي هو اللورد، بالرغم من انه اصلا مش معاه الجنسيه الانجليزيه. وفي روايه تانية بتقول ان ياشار بيحاول يتقرب من السلطه باي شكل، وكمان عشان اشترى لوحتين بالرقم الكبير ده لانه عارف ومتاكد كويس ان الفلوس دي هتروح صندوق تحيا مصر. لكن دي ما كانتش البدايه. والد ياشار الدكتور حسن عباس حلمي كان صيدلي بسيط بس طموحه عالي. فضل يشتغل لغايه ما وصل انه يبقى صاحب مصنع فاركو، واحد من اكبر مصانع الادويه في الشرق الاوسط. اما بالنسبه لشيرين اخو ياشار فيبقى دكتور برضه، وتقريبا هو اللي مسك لوالده كل حاجه ليها علاقه بالشغل. لكن ياشار ما كانش زي اخوه في الشغل. شيرين كان من النوع اللي بيسمع الكلام قوي وملتزم وشايل شغل العيله، انما ياشار كان عنده حاجه مش بتحصل لاي حد. نقدر نعتبره كان امتياز مع مرتبه الشرف في العلاقات الاجتماعيه، كان يقدر يعرف اي حد لدرجه انه بقى صديق شخصي لاحمد زويل والشعراوي. وبمناسبة الشعراوي فهو كان ليه فضل كبير جدا في المكانة اللي وصلها ياشار، لأن في الفترة اللي ياشار ما كانش راضي يركز فيها في الشغل، والده كان بيفكر يكتب أغلب ثروته لأخوه شيرين ويسيب لياشار حاجة بسيطة، بحيث إنه لو ضيع الفلوس الثروة ما تتأثرش. لكن ساعتها الشعراوي نصح والده إنه يعدل بينهم، لأن ممكن جدا الثروة دي يكون ربنا بعتها بسبب ياشار. المهم إن دكتور حسن حب يأمن مستقبل ولاده ففتح لهم مكتب في رومانيا، وبسبب العلاقات اللي ياشار كان ممتاز إنه يكسبها بقى رئيس للجالية المصرية في رومانيا. ده غير إن بقى عنده 12 عربية من ماركات نادرة، ده غير اليخت. وكمان القصر بتاعه بيتقال إنه أكبر قصر هناك، يمكن أكبر من قصر رئيس رومانيا شخصيا. لكن مش معنى إن عنده قصر في رومانيا إنه ما يبقاش عنده قصر في مصر، بالعكس. ياشار يملك شقتين في فور سيزون اسكندرية، وقصر كان والده بنيه جنب القصر بتاعه على طريق برج العرب، وشقة في شارع سوريا. طبعا شخص زي ياشار دخله من مصانع والده معدي ال 500 مليون جنيه، لازم يبقى عنده عادات غير اللي الأغلبية بيعملوها. يعني مثلا في فرح ابنه سيف كان لابس جزمة مطعمة باللؤلؤ، ولما راح الأكاديمية البحرية فرع اسكندرية كزيارة خد معاه هدية، كانت عبارة عن قطعة من كسوة الكعبة عمرها أكتر من 173 سنة، يرجع عهدها لمحمد سعيد باشا حاكم مصر. أما بالنسبة لزوجة ياشار فهي تبقى بنت رجل الأعمال وتاجر الخشب هيمن، اللي كان مشهور قوي وخصوصا في فترة السبعينات والثمانينات بسبب إنه دخل مجال الإنتاج السينمائي، وأنتج أفلام لنجمات كبار كتير زي نجوى فؤاد ومديحة كامل وغيرهم كتير. أما بالنسبة لولاده فهو عنده ولدين وبنت. ابنه الكبير سيف ده مشي في مسيرة العيلة العملية وبقى يشتغل معاهم في المصنع، أما ابنه الصغير عز فده بقى مهتم جدا بالكورة. وبما إن جده الدكتور حسن بيعتبره ابنه الثالث بعد شيرين وياشار، ده خلاه يبني له نادي مخصوص علشان يلعب فيه كورة، وبقى عز رئيس مجلس إدارة نادي فاركو لكرة القدم في اسكندرية. وده يقول لنا إن محدش جاي الدنيا وهو عالة عليها، كل واحد عنده سبب لوجوده على الأرض. مش شرط تعرفه على طول، هو ممكن يتأخر شوية، لكن الشطارة إنك تفضل تدعبس وتحاول لغاية لما تلاقي نفسك.